السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. هاد النهار صباح مشمس والسماء زرقاء، ونقول لكم صباح الخير وصباح النور. هاد النهار فاش فقنا فطرنا ومشيت انا وبنتي للسوبر مارشي نتقداو هكا ديك المقضيات العاديه، ويبانوا لي تماك حطوا الورد وحطوا بزاف النقلات اللي ما يمكنش دوزي بلا ما تاخدي شي حاجه منهم. وخديت واحد جوج وريضات، 4 الوريضات، جوج نتاع الجردة وجوج اللي خصهم يدخلوا للدار. وبنتي عندي حفيدتي أميرة قالت لي أنا اللي غادي نتكلف بيهم وجدي لي كل شيء، أنا اللي غادي نغرسهم. صافي وجدت لها كل شيء في الجريدة وبديت كنعاونها شوية. هاي كيعجبها هي تغرس الغرسات ديالها، مالفه كدير الجيرانيوم وهذا كيصدق عندها من داكشي الرفيع. صافي بديت كنعاونها واحد شويه هكذا وجدت لها كل شيء اليد، وها هي بدات كدير الغرسات ديالها. كيعجبها دير هاد الاعمال اليدويه، كتغرس الورد وتصاوب وكتسقيهم الى شفت شي ورقه كتنقيهم، موالفه كتصاوب هادشي في البالكونه ديالهم. أميرة بنتي تبارك الله عليها. وما علينا الا ولدي مشى دار لها الكاميرا وقال لها يلا بغيتي تغرسي، بغيتي تصاوبي الوريضات، غادي نصورك. قلت له اييه علاش لا. ايوا راه ما طلقتش الكلام، راه الضحك والنشاط والنكات، يعني واحد الجو رائع وهي كتغرس هكذا الغرسات ديالها زوينين. هاد الوريضات هادو درتهم غير في الكوزينه، يعني هادو نتاع الدار زوينين راهم عندي دابا. بداو دوك الوريضات ديالهم تفتحوا اكثر ولاو فنين. يعني شهر مارس، من مارس لهيه راه كل عشبه براس، كل عشبه كتعطي الوريضه ديالها وتفتح ولي بلونط غير كيتحطاو في لي سوبر مارشي صافي ما تبقى حتى الا مشيتي شق العشرة راه مور العشرة راه ما تلقاي حتى وحده. صافي من بعد ما صاوبتهم في لي بو سقاتهم وانا حيدتهم بدلت لهم البلاصه، درتهم في بلاصتهم اللي غادي نكون حاطاهم تماك. وانا دزت للكوزينه نوجد واحد طاجين اللي عليه الكوموند، واحد الطنجره اللي داروا عليها الكوموند اللي غادي نديروها بالكرعين بالحمص، نخضروها بالحمص. عندي هنا البنات الكرعين، البصله، مطيشه، الثومه، قزبر معدنوس مقطع صغير، وحده الربيطه هكذا انا راه عندي في كونجيلاتور اللي غادي نخضروه بالحمص. وعندي هنا الزيت البلديه خفيفه، وعندي هنا العطريه فيها سكينجبير، الخرقوم، زرعه القزبر، تحميره، البزار، القليل من الكمون والقليل من السودانيه والملحه. صافي وغادي ندوزو دابا نوجد الغديوه ديالنا، يعني غير الغدا ديالنا العادي كنتقاسمو معاكم بكل فرح. البنات شجعوني حتى نتوما بالاشتراك، اللي دخلات وشافت الفيديو مرحبا بها تشترك، واللي كانوا معايا قبل الله يعطيهم الصحه والهلا يخطيهم. يعني واش غادي نقول لكم، ما كانت وحشكم غير ما كانش الوقت كل مره وشنو يكون حتى ما كنحطش الفيديوهات. اما الواحد كل مره كيدير شي حاجه، راه بنادم ما حدو عايش، راه كيطيب وكيدير خرجات وهذا، ولكن ما كنصورش. ان شاء الله غادي نبدا نعطي الوقت لهذا التصوير اكثر. هنا في الطنجره على النار درت فيها زيت الزيتون وهي بارده يعني ماشي حاره، ضفت عليها هذيك العطريه، وهنا غادي نضيف عليها الكرعين اللي هما مغسولين مزيان 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 وقطرتهم. صافي وغادي نخليهم يتشحروا على النار باش يتشرب كاع ديك العطريه مزيان. انا هاد اللقطه هذه كنأكد عليها في قضيه في الطياب ديالي، وكتصدق لي مزيان كتجي الطنجره ديالي يعني ثقيله ولذيذه. كيعجبني بزاف هكا نقلي الطنجره على خاطرها، كنبقى نسد عليها ونخليها تشحر على خاطرها. وضفت بعد مع التشحار ضفت ديك الثومه والبصيله والمطيشه هكا مقطعين،
ممكن المطيشة اللي بغى يديرها في الآخر أو لا يزيد مطيشة المصبرة واحد المعلقة صغيرة. أنا ما درتش ديك هذا، ما درتش المصبرة، بقيت هكذا كنشحرها غير في هاد الإقامة، وكنعطيها وقتها الكامل، يعني كنعطيها وقتها في التشحار. هكذا البنات الطنجرة كتجي لذيذة. دابا حتى اللي ما كانوش يشحروا الطنجرة قبل كانوا كلشي كيديروه في دفعة هكا مع الماء، اليوم ولا ضروري داك التشحار. ضفت هادوك 2 معالق صغار، واحد 2 معالق هكا تاع قزبر معدنوس. انا دائما قلت لكم راه كي كنشري الكثره كنغسلو ونقطرو مزيان نشفو وكنقطعو صغير وكنديرو في كونجيلاتور، وحتى مربط كنديرو هكا كربطات في كونجيلاتور. صافي البنات من بعد ما شحرتها وشبعت شحار مرقتها بالماء طايب وغطيت عليها وخليتها، مشيت نقضي الشغالات ديالي. الحمد لله فخاطري هكذا مرة ولا خصها شي مرقة ولا كنزيد عليها شوية الماء طايب. وهنا ضفت عليها واحد المعلقة الهريسة، ولكن ماشي مجهدة، هريسة في حلوة حارة كتجي لذيذة. ضفت ديك الربيطة ديك القبيطة د القزبر معدنوس والحمص. هاد الطنجرة هادي راه عليها الدوموند، ولادي مرة بلديين كيبغيو بحال هاد النوع الأكلات مرة، ولاو كياخدو الوقت يعني في الطياب. هكا في الطنجرة بخاطرها. هاد النهار كان واحد النهار رائع، واحد الجو يحمق، السما زرقاء وواحد الجو يعني بداكشي الرفع. دوزناها النهار كامل وحنا جالسين غير في الجردة. بعد ما صاوبنا صاوبت بنتي أميرة دوك لي بو، دوك المحابق الورد والوريدات نتاع الدار، صافي كملناها في الجردة. وهكذا وجدات الطنجرة ديالنا. غرفتها بالطريقة ديالي، يعني اللي ياكلها بالخبز، يعني شدوقة الخبز هكا قدمتها. نتمنى تجربوها، راه لذيذ بزاف. والى اللقاء، الى فيديو اخر ان شاء الله.